السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى جديد إن شاء الله، وحلقة جديدة في قناتكم يوميات غاوي بيتش. النهارده زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. شايفين الطيور بفضل الله مقبلة إزاي على الوجبة بتاعت الغلة أو القمح. تمام، مستنبت. بصوا بفضل الله الطيور مخلصة، بفضل الله الطيور فوق بتاكل أهي. تمام، والطيور تحت أهي بتاكل أهو. طب ايه القصة وايه الموضوع؟ تعالوا بس نوريكم بفضل الله. بصوا الطيور بتاكل ازاي، لا قوة الا بالله. طيب تعالوا نوريكم كده بفضل الله. بصوا ادي القمح اللي شفناه اكتر من كذا مرة اهو بفضل الله. بصوا بقى لاحظوا، هتلاقوا قمح نضيف جدا ومستنبت وزي الفل والدنيا تمام اهو. بصوا بصوا لا قوة الا بالله، قمح نضيف جدا جدا ومستنبت والدنيا جميلة. طيب احنا شفنا الكلام ده قبل كده واتكلمنا في المواضيع دي وقلنا دي افضل مرحلة انك تقدم للطيور المستنبت، اللي هو يا دوب تطلع النبتة او البرع يكون بالشكل الابيض ده، ما تخليهاش تبقى اخضر او تكون في مرحلة اكبر من كده. طب ليه يا مصطفى اتكلمنا قلنا ده اكتر وقت بيبقى الحبايه مفيده جدا 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 للطائر وبينعكس على صحه الطائر. وزي ما انت شايفين لك قوه الا بالله. بص الطيور اهي، الطيور اهي بفضل الله، الطيور كلها بتاكل، بس عشان احنا كنا واقفين جنبهم فالطيور كانت شويه متهدده. بص الطيور كلها بتاكل بفضل الله. بصوا اهي. تمام، طيب نكمل. فطبعا زي ما احنا شايفين كده بفضل الله الحبايه ازاي نضيفه، وازاي بفضل الله الاستنبات ما شاء الله على اكمل وجه. طيب ايه يا مصطفى اللي عايز تقوله لنا النهارده؟ اللي عايز اقوله لكم بمنتهى البساطه، خليك دايما حابب وهاوي، وفعلا فعلا بتحاول تقدم للطيور كل اللي الطيور بتستفاد منه. ازاي يا مصطفى؟ عايز اقول لكم انا كنت شاري حوالي 8 كيلو او 10 كيلو قمح. فبعد ما اشتريت القمح للاسف لقيت القمح مش نضيف او مش احسن حاجه، مش نضيف او مش احسن حاجه. بصوا هنوريكم برضك بفضل الله احنا اشترينا القمح ده كان عامل ازاي، لا قوه الا بالله. برضك ثواني كده يا جماعه كده هوريكم بفضل الله القمح كان عامل ازاي، واوريكم انا عملت ايه برضك. يعني بصوا هوريكم انا عملت ايه. بصوا يا جماعه ده الشويه اللي كنا شارينهم اهو من المكان بتاع القمح. بصوا او الشونه اللي بتبيع الغلال والاعلاف وهكذا والحبوب. بصوا القمح كان عامل ازاي يا جماعه. بصوا القمح، قمح مش نضيف، في ترابه كتيره وقش كتير. بصوا بصوا يا جماعه، بصوا كده. هنحاول بس نطلع لكم على الاضاءه عشان الحاجه تبان. بصوا 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 خشب وبواقي بقى المكان الزرع وكده. بصوا 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 القمح ما كانش نضيف بالمره. تمام، القمح ما كانش نضيف بالمره ازاي. طيب انت عملت ايه يا مصطفى؟ انا هقول لك انا عملت ايه، بس يمكن انت ممكن ما تقدرش تعمل كده، بس هو الواحد الحمد لله كان عشان بالنسبه له الموضوع يعني هوايه اكتر منه اي حاجه. بصوا القمح ده تخيلوا بقى ان انا نقيت القمح السليم كده اهو، حطيته لوحده اهو. بصوا ده قمح مفيهوش الهواء. بصوا ده قمح مفيهوش الهواء. طيب بصوا ركزوا كده اهو. بصوا القمح نضيف ازاي. بصوا القمح مفيهوش الهواء. بصوا اهو اهو. تمام، شايفين يا جماعه طبعا القمح عامل ازاي اهو. وادي اللي احنا طلعناه من القمح الحاجات اللي مش نضيفه. بصوا حبه رفيعه. انتوا متخيلين التعب والمجهود، بس انت عشان بتبقى حابب وهاوي فضل عشان توصل القمح بشكل. وهنا كان في والله، هنا كان في كمان لا قوه الا بالله في وسط القمح لما لقيناه كان في ذره عويجه. احنا لقيناها على جنب بس انا مش فاكر والله شلتها فين. واوريكم كمان الذره العويجه هي مستنبته مع القمح. بصوا هنوريكم بفضل كمان الذره العويجه وهي مستنبته مع القمح. ثواني كده يا جماعه، لحظه واحده هوريكم بفضل الله برضك الذره. بصوا بصوا لا قوه الا بالله. انتوا لو لاحظتوا كده هتشوفوا حبات الذره العويجه. بصوا بصوا يا جماعه اهي شايفين يا جماعه اهي، دي حبات ذره عويجه اهي الصغيره الرفيعه دي طبعا اهي باينه اوي اعتقد اهو. بصوا اهي، بصوا اهي، بصوا الذره العويجه مستنبته ازاي لسه بتطلع النبته. فعايز اقول النهارده من الفيديو الصغير وعايز اوصل للناس لايه، دايما طول ما انت حابب هوايتك وحابب طيورك والله العظيم بتوصل معاهم لافكار وبتوصل معاهم لمراحل انت مش عايز تاكلهم حاجه وحشه. طبعا ولد ان انت كده كده هتشتري القمح
واي حاجه هتقدر يعني هتلاقي فيها مشاكل، بس برضك الاهم من المشاكل انت تقدر تنظف المشاكل دي. يعني برضك الحبوب اكيد بيبقى فيها تراب وطينه، سهل قوي قبل ما تديهم الوجبه تنخل الاكل بتاعك. يعني الاكل كده كده حتى لو مش نضيف فيه طينه حاول تنخله، مفيش مشكله، حاول تنخله. اي نعم الطينه دي تبقى كتيره 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 مفيده، لان دي طينه طالعه من الارض، فدي تحديد بالنسبه للطيور واملاح. بس انا اقصد انت عايز يعني تقدم بقى وجبه نظيفه، لان انا لما جيت نقعت القمح قبل ما انضفه كده يا جماعه، لما جيت نقعت القمح قبل ما انضفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لقيت الميه سودا جدا، وبقعد اعيد وازيد واكرر الميه كتير جدا. لكن بفضل الله لما نضفت القمح بالشكل ده، بصوا يا جماعه لما نضفت القمح بالشكل ده، لا ده انا مجرد ما نقعت القمح لقيت الميه بيضه جدا، لقيت الميه بيضه جدا 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 وما فيهاش اي مشكله، والميه نظيفه جدا ومكرره. فمعنى كده عايز اقول لك ان انت اي حاجه النهارده بتقدمها لطيورك، طالما انت خايف على صحه طيورك وحاسس ان انت عايز تديهم اكتر منتج مهم، فانت متخيل الصبر يا جماعه. يعني انا والله العظيم بدون مبالغه الشويه دولت اللي في الطبق قعدت فيهم فتره كبيره جدا، فانا مش عايز اقول الوقت عشان الناس تفتكرني ببالغ، لكن فعلا والله حرفيا انا قعدت فتره كبيره جدا جدا عشان اوصل بالقمح بالشكل النظيف ده. قلت ايه بقى؟ قلت انا كده كده هنضيف لهم كل ما اكون فاضي، هنضيف لهم شويه اركنهم لهم كده واشتغل كده. يعني انا حطيت اهو شويه اهو اشتغلت، قلت لهم بفضل زي ما انتم شايفين اهو، قلت زي ما انتم شايفين لا قوه الا بالله مقبله على الحاجه اهو. تمام. قلت هنضف شويه وكل ما اكون فاضي هقدم الموضوع. يعني انا هنضف احط شويه هنا اهو، احط شويه هنا كل ما اكون فاضي واقدم وجبه. دول بفضل الله بصوا ما شاء الله الطيور كلت اهو، في شويه كمان اهو احتفظ بيهم برضك واحافظ عليهم، احط عليهم اي حته قماشه مبلوله او منديل بحيث ان انا تاني يوم اقدر اقدمهم عادي. بصوا اهي حبايه الذره عوجه اللي كنت بقول عليها، بصوا يا جماعه، بصوا الذره عوجه سبحان الله بقت مستنبته زي الاخره، سبحان الملك. يعني بصوا هي حبايه الذره عوجه ظهرت كده، بصوا ما شاء الله برضك البرع طالع منها ازاي ومستنبته ازاي. كفايه بصوا النظافه بقى، بصوا نظافه الحبايه وهي مستنبته ما تلاقيش اي مشاكل. بصوا لا قوه الا بالله الحبوب مستنبته عامله ازاي. فالنهارده والله العظيم الفيديو ده بحاول بس اوصل فكره ومعلومه اللي انت دايما طول ما انت حابب الشيء اللي بتربيه وهوايتك الجميله دي والله هتبدع فيها. يعني انت متخيلين يا جماعه انا قعدت قد ايه عمال، يعني سبحان الله ظهري وجعني وعيني وجعتني، بس عمال انا حابب ان انا اقدم لهم حاجه. فانا لقيت القمح مش نضيف وانا جايب بتاع 10 كيلو ولا 12 كيلو والله ما فاكر، شويه حلوين يعني، شويه حلوين اهم. تمام. فقلت ايه المشكله؟ السله شويه طلع لهم شويه نضاف زي دولت، وبص طلعنا منهم يعني طلعنا منهم قد ايه مش نضيف. بصوا فسبحان الله. فالنهارده ما تكسلش، ما تقولش اصل انا مش قادر يا مصطفى، اصل انا تعبان. لا انا اي حاجه، لا الطيور مش اي حاجه، الطيور زيها زي اولادك بالظبط في البيت. كل ما تحاول تقدم لها الاكل والمنتج النظيف اللي هو بينزل معدتها بشكل نظيف هتلاقي بفضل الله طيورك صحتها حلوه زي ما انت شايف كده اهو. الطيور بص عماله تاكل اهو مستمتعه كلها، هتلاقي الدنيا جميله معاك وبفضل الله. خلاص احنا في موسم، فحاول دايما تسعى في الخير، وحاول دايما تسعى وتجتهد انك دايما تقدم للطيور بتاعتك افضل منتج ممكن. فاهمني؟ افضل منتج ممكن، خصوصا ده اكل ده بينزل معده فده خطر. دايما احنا عارفين ان المعده اي حاجه بتنزل فيها بتحاسبك عليها في يوم من الايام، دي حاجه معروفه جدا حتى كبني ادم. اي حاجه بتحطها في معدتك من خلال بقك هيجي يوم يعني هيجي يوم من الايام صحتك ومعدتك هتحاسبك على اللي انت كنت ايه بتخطأ فيه دوت او بتحطه في معدتك. فدايما يا جماعه قدم للطيور الحاجه المهمه، اسعى انك طيورك دايما تبقى في شكل وصحه ومظهر مهم، عشان بفضل الله ما ترجعش تشتكي من الامراض. واحنا خلاص دخلنا في موسم وما شاء الله لا قوه الا بالله الطيور هناك بتاكل. عايز اوريكم ما شاء الله منظر الطيور وهي بتاكل لا قوه الا بالله. بصوا الطيور يا جماعه، بصوا وهي بتاكل حاجه تفرح والله، حاجه تفرح. انا سعيد زيكم بالظبط. فاتمنى الفيديو البسيط ده يكون معلومه يعني تكون وصلت للناس واصحابي واخواتي وحبايبي، واتمنى للجميع التوفيق. وما تنساش لو اللي فات حلو في اللي جاي احسن بامر الله. وما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك وحبايبك المهتمين بالهوايه. وكان معكم اخوكم مصطفى، اتمنى للجميع التوفيق، ويا رب يا رب يا رب يكون موسم خير على الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.